هاي تهم سيف الاسلام وتهم هذه المجموعات يتفاهم مع المحامين ويتفاهم مع اللي يتكلموا عن الدستور. ما عندي مانع الشعب الليبي يعمل دستور، يعمل قانون اساسي، يعمل مرجعيه، يعمل اي نظام قانوني. نبغي القانون يسود، يا ريت القانون في ليبيا نبغي القانون يكون هو السائد. سلطه الشعب تصنع القانون اللي يحترمه كل واحد. لاني انا معمر قذافي لا عندي قصر ولا فلوس ولا عندي حتى مستقبلي كملت عمري في الثوره. ما نبي شيء، نبغي لليبيا كل شيء نبي لليبيا. نبي تعيش في امان وفي عزه وفي كرامه وفي رخاء، يصان بترولها ونهر الصناعي العظيم ومشروعها الاسكاني العظيم وموانئها ومطاراتها، وتطهر من الذين يحرقون الان المدن. بسرعه خلوا عندكم شجاعه تحرر، انتم اكثر منهم، انتم ملايين، انتم ملايين وهم 100 نفر. امسكوهم في الشوارع وافتحوا المطارات، افتحوا المواني، رجعوا السلطه الشعبيه، رجعوا الامن. وهم الضباط الحرار متوزعين عندكم والامن متوزع، وحدات الشعب المسلح جاهزه. وفي امكانكم ان تقرروا توزيع الثروه من جديد، وانا ما زال مصر عليه. بترول الليبي يجب كل الليبيين. انتم ما عادش عندكم ثقه في اللجان الشعبيه، خلاص خذوا البترول في يدكم وتصرفوا به. باش ما فيش حد يقول لا خذيت حصتي، كل واحد ياخذ حصته. انت بتفكر بها حر، انت بتدير بها شجره حر، بتصدقها حر، المهم حصتك خذيتها وتصرف كيف ما تبي. واعتقد ان سيف الاسلام وحيهتم بالسفراء والصحفيين وسيتمكنوا من نشر كل الحقائق عن ليبيا، لان ليبيا في العالم برا ما يشوفوش فيها الا عن طريق المحطات القذره لاشقائنا الاعزاء الذين خانونا. بدل ما ينقلوا الحقيقه يزوروا الحقيقه، ينشروا في صور من كم سنه فاتت. والاذاعه الليبيه الجماهيريه العظمى هي اللي العالم كله يجب يتبعها، وهي اللي سترد على كل شيء. حتشوف ما يقال في الاذاعات القذره وترد عليه في الاذاعات الجماهيريه العظمى. ما يقال في الاذاعات القذره تسمعوه، شوفوا الاذاعه الليبيه شنو ترد عليه. مطارات معطله، مواني معطله، الحياه توقفت، الوقود تعطل، الهواتف تعطل، الاذاعات تعطلت، الناس خافت. شخص واحد مره ارهب واشنطن، شخص ارهابي خطير جدا، ما قدروش يمسكوه الا بعد فتره. يداهم مدرسه يصليها يقتل منها ويختفي، يمشي لمدرسه اخرى يختفي. المدارس خافت، الطلبه في امريكا ما عادش بدهم يمشي المدارس، خير قالوا في نمشي اي مدرسه كل مره يقولوا اعتداء على مدرسه، هو شخص واحد. توقفت المدارس، يجي للسوق يرمي فيه طلاقه ويهرب يعدي في سوق اخر، قالوا الاسواق كلها عليها هجوم ارهابي، سكرت الشارع نفس الشيء. امريكا هذا تو حصل، امريكا قبل هدرت من هذا المجرم تاع واشنطن. لين اذا قاعد خلاص جندوا كل ما عندهم اللي لقوا شخص واحد بس ارهبهم. انتم حفنه على الاصابع ترهب بنغازي. المظاهرات السلمية اللي تكلم عليها العالم هذا شيء آخر. نطلع مظاهرة سلمية علشان غزة، مظاهرة سلمية علشان العراق، أما مشكل ليبي ما نمشي للشارع، نمشي للمؤتمر الشعبي واللجنة الشعبية باش تنحل المشاكل، فيها الفلوس وفيها القرارات وفيها التوقيعات وفيها الإدارة. ما نمشي للشارع. المشكلة الليبي عند الشعب، عند المؤتمرات وعند اللجان الشعبية. ندير مظاهرة سلمية ضد قضية أخرى، وما في مظاهرة سلمية بيتصدى لها حد
وبيضربها بالرصاص، مستحيل ما دام السلمية ماشي من شارع لشارع. هذه نفسي قدت مظاهرات سلمية كثيرة في العهد المباد، لكن لا حرقت لا كسرت لا شيء. الشرطة يميني ويساري واحنا ماشيين على الشوارع ويجي لي ميادين ونخطبوا لين نعي ونعدوا نديروا برقيات احتجاج واحد ونرجع نأيد في جمال عبد الناصر، نأيده في الوحدة العربية، نأيده في الثورة الجزائرية ضد تفجير القنابل في الجزائر. المظاهرات السلمية شيء، والتمرد المسلح وقطع أجزاء من تراب الوطن شيء آخر. على العالم يفهم المظاهرات السلمية شيء، وعمل مشروع في الدول اللي مضطرة للمظاهرات. الشعب الليبي غير مضطر للمظاهرات، مشاكلة الحل في السلطة الشعبية، ولكن مظاهرات سلمية حتى لو كانت في ليبيا شيء، والتمرد المسلح اللي يجري الآن ومحاولة فصل درنا أو فصل البيضة أو فصل بنغازي هذا شيء آخر. من يسمح به؟ تمرد في البرلمان بدون سلاح، ضربه يلسن بالدبابات وصفق له الغرب. الفرع الداوودي تمرد في أمريكا، اعتصم بدون سلاح، ضربه كلينتون بالدبابات. التمرد المسلح في الفالوجة اعتبروه تمرد، مع ان الفالوجة ما هيش امريكية عراقية. قالوا لا هذا تمرد متاع الزرقاوي، دكوها بالطيران فتتوها. شوفوا بغداد من دك المدافع والطائرات لان فيها تمرد مسلح. وحتى التمرد غير المسلح زي ما في الفرع الداوودي وفي البرلمان الدوما الروسي ضربوه بالدبابات. لما السود تمردوا في كاليفورنيا في أمريكا وهجموا على المتاجر، يلسن نزل الجيش بالقوة مسحهم. لما تمردوا الطلاب في ميدان السماء في بكين في الصين مسحت الميدان بالدبابات. ما فيش حد يسمح لبلاده تبدأ مضحكة ولا أن يفصل واحد مخبول، يفصل جزء من أجزائها. تو في درنا قال لي من النسوان مع الشطلن ويجيبوا لي التبرعات من السلطان، وكل مرة يجيبوا له واحد يذبحه زي الزرقاوي على نفس طريقة الزرقاوي. المظاهرات السلمية شيء، والتمرد المسلح وقطع أجزاء من الدولة شيء آخر. المطالب الداخلية شيء، والتآمر مع الخارج شيء آخر. عندنا مطالب داخلية، نبو دستور، نبو شعبيات، نبو بلديات، نبو منظمات مجتمع مدني، عادي جدا جدا، شيء سلمي ومقبول. أما التآمر مع الخارج باسم هذه الأشياء هذا شيء آخر مختلف. إحنا يا أخواننا نعرف بعضنا. سبحان الله، كيف أنا بنتصرف أمام الشبان في الزنتان مثلا، وعيب تقول الزنتان خونة. معقولة الزنتان أحفاد وأبناء أبطال وشهداء معركة الكردون اللي داسوا بإقدامهم الحافية على العلم البريطاني، على العلم الإيطالي، تقولون لهم خونة؟ هذول أطفال من الزنتان متمردين زي ما تمردوا في أي بقعة أخرى، متمردين عليها لهم. عيب تشوهوا الزنتان، ويا زنتان عيب يشوهوكم. عدوا لولادكم قبضوا عليهم بالواحد، نربوهم، نعلموهم، نقروهم، نشغلوهم، يطلعوا أمن، يطلعوا فنيين. لكن كما قال الشاعر في مناسبة بتاعت الزنتان هذه، قال واحد زنتاني غلط فيه شاب من بن وليد، فهو زعل وقال شعر ردوا عليه الزنتان. تنطبق على الحالة اللي أنا بقول، هذا البيات اللي تنطبق على الوضع اللي فيه أختي هذا الزنتان الآن. قال غلطها شاب من الإعدادي لا يعرف التاريخ لا إنساني،
يعني قالوا له يا اخونا يا زنتاني ما تواخذنا، هذا اللي غلط فيك ما هو ورفلي كبير، هذا غلط فيك شاب صغير، غلطه غلطها شاب من الاعدادي لا يعرف التاريخ لا وانساني. مضبوط، تو الشباب اللي تو ما يعرفوا تاريخ لا يعرفوا معركه الكردون، انا نعرفها ونقدر من اجل الزنتان، لكن هم نسيوا مجاد ابائهم واجدادهم، ابائهم واجدادهم. لا هيش مقصوده ولا غلطتنا. شباب من اللي ياكلوا في البنانين الجيل الجديد اللي ياكل بالموز بالضبط. الشباب اللي في الزنتان هم من هذا النوع، مش الزنتان. شفتوا واحد بشنابه، شفتوا واحد بعائلته، واحد براتبه بوظيفته، شفت واحد عنده دكان، واحد عنده مزرعه، واحد عنده مقهى، عنده مطعم، عنده حيوانات، مشترك في العمليه هذه؟ ابدا. من درنا ما فيش ولا واحد مشترك فيها. مشتركين فيها الشباب الصغار اللي من البناني هذول اللي ياخذوهم من اهلهم متعين الهلوسه. العقوبه مش على الشبان، حتى القانون ما ينطبقش عليهم لان عمرهم اقل من 18. العقوبه على اللي جندوا الشبان هذول وضحكوا عليهم، هذا هم اللي يقبضوا عليهم ويقدموهم للعداله، يقدموهم للمحاكم. انا لو كان نمشي للشباب بتاع الزنتان حيهتفوا الفاتحه وهيقولوا الروس ده اللي راسك. انا متاكد شباب الزنتان مش لهم يهتفوا. شباب جدابي مش جدابي مره مجانين من الثوره يهتفوا كل الروس في دالي راسك. جدابيا ابناء واحفاد ابطال وشهداء معركه الكراهب الشهيره، حراس عمر المختار اللي تجالي جداد يحرسوه، مش لانه يفوز عليهم في حواشين ولا بيعطيهم فلوس، لانه عمر المختار. انا لو نمشي تحرسني جدابيه، لو نمشي للزنتان يحرسوني الزنتان، واعطوني فرصه جمعوا لي هالشبان خلينا نتكلم معهم تشوفوا كيف يتغيروا. اعطوني فرصه جيبوهم، خلي الزنتان يجيب اولادهم ولا اي مكان اخر يجيب اولادهم. انا نقول في ثوره الشباب وانا طالب، هذه ثورتنا، الثوره الشعبيه. انا نتمنى الثوره الشعبيه اللي الشعب يستلم كل شيء، وانا اللي قلت ديروا اذاعات في كل مكان اللي استغلوها توا، انا اللي دايرها الاذاعات. نبغي كل المنطقه تستقل على حالها داخل الجماهيريه زي الولايات الامريكيه، زي الولايات الالمانيه. تو احنا نعرف بعضنا بالاسم. سبحان الله. توني نعرف الزنتان، ولاد بالليل بالهول، الهاد عيسى، الذويب، القاسم. لو كان توا الحاج محمد الصغير العايب رحمه الله من ولاد محمد موجود، لكن ما حصلت هذه العمليه. نتصل بيه على طول قال له عمي الحاج خذ العويله هذول، ياخذهم. كم مره كان وسيط ليش ما فيش حد كيفه؟ وفيه اكيد، لكن خايفين مساكين. الزنتان خايفين من اولادهم. باهي خلوا الشرطه ولا من يقبضوا عليهم ويربوهم ويفهموهم ويربوهم كويس ويسلموهم ليكم. تو العبيدات ما نعرفهم في الطفر ولا مسجوني العبيدات، ونهاجم ونقولوا تمنيتي في 2000 فوق جوايد عبيدات بوشولاق فيهم قايد والنسوان يزغرتن. كيف بينقلبوا؟ مش معقول بينقلبوا. ولا مس كانوا معي هنا وفي الاذاعه قلت لهم حطوا شن كان تقول عرب درنا لمجوني وعرب بنغازي والبيضه والعبيدات القبه والمنطقه دي كلها لمجوني ولمس تو في الاول اسبوع. شو كانوا يقولوا؟ وين هذا؟ وين راحوا؟ يطلعوا ينفذوا الكلام ويحترموه. تو انت منين؟ من عيت غير، انت من عيت مريم.